تفتكر لو مفيش خوف كنا نعيش نفس الحياه اللي احنا عايشينها، ولا كنا هناخد نفس القرارات اللي احنا بناخدها او اللي خدناها قبل كده، ولا كنا هنحب اكتر ونتكلم اكتر ونعيش اكتر ونجرب حاجات مختلفه اكتر؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد من قناه الرحله، ويلا بينا على اول محطه. الخوف الحاجه الوحيده اللي قادره تشل عقلنا وتشل تصرفاتنا، ما نقدرش نعمل اي حاجه، تعجزنا حرفيا، بتشلنا، بتشل كل حاجه فينا، كل حاجه حلوه بتخش فيها الخوف بيدمرها. بس السؤال ازاي حاجه صغيره مش ملموسه ممكن تاثر علينا وتسبب لنا شلل حرفيا في كل الحاجه، في القرارات، في التصرفات، في اي حاجه بنقدر نعملها الخوف ممكن يعجزنا. ليه وازاي ده بيحصل؟ حاسس ان عايز اضرب الكاميرا. الجزء الاول، الخوف اصله ايه؟ بص يا سيدي، الخوف شعور طبيعي جدا وغريزي كمان زيه زي الاكل والشرب، ولكن وظيفته مختلفه جدا جدا. الخوف بيقول لك خلي بالك في خطر، يعني لو في اسد بيجري وراك دماغك بينبهك ان في خطر، فانت لازم تجري او تتصرف او تهرب، ايا كان القرار اللي بيطلع من دماغك، ولكن في الغالب بيكون اجري او اهرب. الخوف شعور طبيعي ومهم جدا 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 وبل ضروري للحياه الانسان، علشان لو كده كنا زمان انقرضنا من 3000 سنه. فالخوف مهم جدا جدا لحمايه الانسان، والانسان يحمي نفسه، حاجه في العقل بتحميك. بس اللي مش طبيعي انك تخاف من رأي الناس، وكمان تخاف تجرب حاجة جديدة، او حتى اي حاجة بسيطة، او انك تسافر، او انك تعترف لحد انك بتحبه، او حتى حاجات بسيطة انت بتخاف تعملها علشان الناس هيقولوا عليك ايه، ولا هيضحكوا عليك، ولا هيتنمروا عليك، ولا هيعملوا ايه اصلا. يعني رأي الناس مهم جدا عندك، وده بيكون شيء سيء جدا. وده كمان يعني مش خوف حقيقي، ده عبارة عن وهم، يعني مفيش اسود ولا كلاب ولا حمير ولا اي حاجة بتجري وراك، ده عبارة عن وهم عقلك حطه لك. الجزء الثاني، عقلك بيشتغل ازاي؟ في جزء في الدماغ اسمه اللوزه الدماغيه، وده المسؤول عن احساسك بالخطر، ما بيفرقش بين ان في كلب بيجري وراك او حد بيقول لك ان في اجتماع او انت متاخر على اجتماع. فاللوزه دي بتتجنن وتبدا تبعت لك اشارات في خطر في خطر في خطر، انك لازم تتحرك، في خطر جاي عليك، فتبدا دماغك تدخل في مود اسمه فيت او فليت، اللي هو اهرب او قاتل او قاتل او اهرب. بس في الحقيقه ولا انت هتقاتل ولا هتهرب، انت هتقعد مكانك عادي وخلاص. الجزء الثالث، ده بيأثر علينا ازاي؟ هنا بقى الخوف يبدا يبوظ لك حياتك، نبدا نأجل القرارات المهمه، وكمان ممكن نضيع فرص ممكن فعلا تغير حياتنا للاحسن. كمان نبدا نعيش في منطقه الراحه، وكلنا سمعنا فيديوهات عن منطقه الراحه، واللي ما يعرفش ان شاء الله هنزل فيديو عن الموضوع ده. بس خليك فاكر ان منطقه الراحه ديت اللي هي، او بشكل بسيط خالص، ان هي الانسان بيخاف يكسر الملل او الروتين اللي هو عامله، بيبدا يتعود على حاجات معينه حتى لو هي غلط، بيخاف يعمل الصح علشان ما يغيرش ده كله، وبيبدا يتعود علشان يحس بالاستقرار، بيبدا يعمل نفس الحاجات اللي هو بيعملها حتى لو كانت غلط. فدي اخطر منطقه ممكن الانسان يقع فيها او انه يفضل فيها اصلا. فان شاء الله نعمل فيديو عن الموضوع ده. الخوف بيقتل الفضول، وكمان بيقتل العلاقات. الخوف بيخليك تسال انا كده تمام، بس انت عمرك ما تعرف لانك عمرك ما جربت. دايما خايف تجرب حاجه جديده، دايما خايف تجرب كل حاجه، تجرب تخرج مع اصحابك، تجرب تبدا تعمل حاجه جديده او تبدا مشروع معين، دايما خايف. فده كله بيبدا يخليك حرفيا في شلل. الجزء الرابع، نحلها ازاي؟ ببساطه ما تستناش الخوف يختفي، لانه مش هيختفي، لان ده مستحيل اصلا، ولكن اللي المفروض يختفي هو سيطرته عليك. يعني انت لو عايز تبدا حاجه وخايف انك تبدا، ابدا وانت خايف. وكمان لو بتخاف تتكلم في وجود ناس، اتكلم حتى لو صوتك بيرتعش، حتى لو ايدك بترتعش، صوتك مش قادر يطلع من جواك، حتى في ظل الحاجات دي كلها اتكلم. حتى لو انت عقلك جالك ان الناس هتتريق عليك، الناس هتعيب عليك، ده كله وهم، محدش مهتم اصلا. حتى لو الناس اهتمت، هتهتم قد ايه؟ دقيقه 2 3 4 5، وبعد كده الناس بتنسى. كل واحد بيخليه في نفسه وفي حياته. صحيح في ناس متنمرين ولاد كلب، ولكن ده مش الحقيقه، ده مش معظم الناس. حتى لو قابلت دول في حياتك، فانت لازم تتعلم ازاي تتعامل مع الناس ديت. الشجاعه مش معناها انك ما تخافش، الشجاعه معناها انك تبدا وانت خايف اصلا، انك تكون مرعوب، بس تبدا، بس تحاول، بس تجرب. فالحل بمنتهى البساطه، جرب حاجات كتير جدا، جرب تتكلم، جرب تحب، جرب تعمل كل حاجه طبعا في الحلال. الخوف مش عدو لينا، بس لو سبت له الدركسيون هياخدك ورا مصنع الكراسي. مهم. وخليك فاكر الدماغ شغال دايما علشان يحميك، فما تخليش اي حاجات من خارجيه تاثر على مشاعرك، وبالتالي تحسسك بالخوف او بالوهم انك خايف. ولكن انت حاول تكسر الحواجز ديت، يعني السوشيال ميديا والناس اللي حوالينا وكل الحاجات دي كلها بتحطنا في ظروف ان احنا لازم نخاف، ولكن ده مش حقيقيه. عقلنا بس بيحاول يحمينا، فاحنا لازم نحدد ايه الحاجات الخطر بالنسبه لنا، والحاجات اللي احنا بنقدر فعلا نتعامل معاها او نتعامل معاها على ارض الواقع. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ودي كانت محطه من الرحله. ما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك، وما تنساش تحب الرحله. كان معاك عماد حامد، سلام. ولو وصلت هنا احب اشكرك جدا جدا، ومستني رايك في جوده الفيديو والاسلوب بتاع الفيديو، يعني الكلام سريع ولا بطيء ولا ايه دنيته، وكمان المايك شغال ولا ايه دنيته، لسه شاري جديد اهو. فاتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك تاني، وقول له رايك في الفيديو، وان شاء الله الفيديوهات الجايه تعجبكم. سلام.